فاكرين فيلم غريب في بيتي لما الاتنين اتضحك عليهم من صاحب الشقه اللي باع لهم الشقه مرتين واضطروا يعيشوا مع بعض وكانوا بيعلقوا ملايات تفصل ما بينهم؟ بالظبط كده اللي بيحصل في بعض الملاعب الايطاليه، خصوصا ملعب زي سانسيرو. يوم ما يلعب عليه ميلان الناس كلها بتسميه سانسيرو، لكن لما انتر يلعب بيتحول فجاه لملعب جوزيبي مياتسا. يعني نفس الاستاد ليه اسمين على حسب اليوم وعلى حسب الفريق اللي بيلعب، ودي مش مجرد اسماء وخلاص، لا ده بيعبر عن حاجه اعمق في الكره الايطاليه، واللي هي فكره الملاعب المشتركه. عاوز اقول لك ان في احدى المرات بعد ماتش كبير اداره ميلان قررت تغير صور النجوم في ممر اللاعبين، وحطوا صور اساطير ميلان زي كاكا ونيستا ومالديني وسيدورف. طبعا انتر لما دخل الملعب بعدها اتجنن، فردوا عليهم في اول ماتش ليهم وعلقوا صور زانيتي ورونالدو وباريزي في كل مكان، حتى في الحمامات. يعني حرفيا اللعيبه كانت بتدخل الحمام تلاقي صوره زانيتي بتبص عليهم. في ايطاليا في كتير من الانديه الكبيره مش بتمتلك ملاعبها الخاصه، وبتلعب في ملاعب بتشترك فيها مع فرق تانية، زي ما قلنا ميلان وانتر بيلعبوا في السانسيرو، وروما ولاتسيو كمان بيلعبوا في الاولمبيكو. طيب هل حد سأل نفسه سؤال ليه كده؟ ليه انديه كبيره زي دي ما عندهاش ملاعبها الخاصه؟ فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. سانسيرو كان في الاساس ملعب خاص بميلان، اللي بناه كان رئيس النادي بييرو بيرلي، وقرر يبنيه جنب مضمار خيول كان بيمتلكه، وفعلا بدأ بناؤه في عشرينات القرن اللي فات، وكان يعتبر اول ملعب في ايطاليا مخصص لكرة القدم من غير مضمار جري حواليه. الملعب افتتح سنة 1926 وكان سعته 35,000 متفرج، وكان وقتها لميلان بس. لكن بعد شوية وقبل كاس العالم 1934 الحكومة الايطالية بدأت تهتم بالملعب، خصوصا بعد ما استضاف ماتشات مهمة في البطولة، من ضمنها نصف النهائي اللي كان بين ايطاليا والنمسا، واللي كسبت فيه ايطاليا بهدف واحد على النمسا. وبعد البطوله الحكومه شافت ان الملعب ناجح ومنظم فقررت تشتريه، وفعلا اشترته بلديه ميلان سنه 1935. طيب ليه ميلان باعه اصلا؟ ببساطه لان في الوقت ده ملاعب الكوره ما كانتش مصدر دخل كبير، وكان في جمهور بيدخل من غير تذاكر، وكمان الحزب الفاشل الحاكم وقتها كان بيحاول يسيطر على كل حاجه حتى الكوره. سانسيرو فضل ملعب خاص بميلان لحد سنه 1947، لحد ما انتر طلب يلعب عليه، وساعتها ميلان ما قدرش يرفض لانه ما بقاش يملك الملعب بتاع البلديه. ومن يومها الاثنين بيتشاركوا فيه، وكل شويه نسمع اشاعات عن انهم هيبنوا ملعب جديد، لكن لحد النهارده مفيش حاجه اتنفذت فعليا. وسنه 1980 انتر ميلان قرر يغير اسم الملعب رسميا لجوزيبي مياتسا، تكريما لاسطوره الكره الايطاليه اللي فاز بكاس العالم 1934 ولعب مع انتر وميلان. لكن جمهور ميلان لحد النهارده مش بيحب الاسم ده، وبيفضلوا ان هم يسموا الملعب سانسيرو. ونيجي نروح للعاصمه، عندك ملعب الاولمبيكو، هو كمان ليه قصه وحكايه. تم البدء في بنائه سنه 1928 وكان اسمه وقتها استاد دي تشيفيتا، وكان المفروض يبقى جزء من مشروع معماري ضخم لحكومه موسوليني، بس الحرب العالميه وقتها وقفت كل حاجه والمشروع اتجمد. وبعد كده الحزب الفاشي سيطر عليه وقرر يحوله لملعب اولمبي علشان ايطاليا تقدر تقدم على استضافه اولمبياد 1940 اللي في الاخر راحت لليابان وما اتعملتش بسبب الحرب. وبعد ما خلصت الحرب الامريكان اللي كانوا ضمن الحلفاء راحوا لايطاليا واستخدموا الاولمبيكو كقاعده عسكريه، وبعدها تم تطويره ورجع ملعب كوره، وافتتح رسميا سنه 1953 وبيستخدموا فريقين هم روما ولاتسيو، وكان تابع في الاول لبلديه روما وبعدين اتحول لشركه حكوميه بتدير الملاعب. نفس الحكايه اتكررت في جنوة، ملعب لويجي فيراريس المعروف بماراتسي، وافتتح سنه 1911 وده يخليه اقدم ملعب لسه شغال في ايطاليا كلها، وبيلعب عليه فريقين هما جنوة وسامبدوريا. في ناس بتسميه علبه الكبريت لانه صغير ومتقفل والصوت جواه بيرن، وتسمى بملعب لويجي فيراريس لان لويجي ده كان لاعب ومدير في نادي جنوة وتوفى في الحرب العالميه الاولى، والنادي خلد ذكراه بتسميه الملعب باسمه. وعايز اقول لك ان كان في ملعب تاني جنبه، لكن الحزب الفاشي شاف انه مش مناسب فامروا بهدمه، وقالوا لازم يبقى في ملعب واحد بيخدم المدينه كلها. والموضوع له بعد سياسي لان الحزب وقتها كان شايف ان تقليل عدد الانديه في المدن الكبيره بيساعد على توحيد الجماهير وسهوله السيطره عليهم. فجنوة استغلوا الفرصه واشتروا الملعب ووسعوا ملعبهم وبقى هو الوحيد في المدينه لحد النهارده. عاوز اقول لك لما نيجي نبص للموضوع هنلاقي ان السبب الاساسي هو ان معظم الملاعب الكبيره دي مش مملوكه للانديه انما مملوكه للبلديات او للحكومه. يعني الانديه بتأجر الملاعب وبتدفع ايجار سنوي عشان تستخدمها. واللي يزود الطين بله ان الاجراءات عشان تبني ملعب في ايطاليا صعبه ومعقده جدا، بيروقراطيه قاتله حرفيا. ممكن النادي يقدم على تصريح بناء ملعب ويقعد سنين مستني الموافقه، ولو الملعب فيه جزء يعتبر تراثي ساعتها لازم الحكومه كمان توافق، وده بياخد وقت طويل جدا. لو بصينا على الارقام هنلاقي ان في اكتر من 120 ملعب في ايطاليا، ساعتهم فوق 5000 متفرج، لكن اكتر من 90% منهم مملوكين للبلديات
البلديات او الحكومه. عايز اقول لك ان نادي يوفنتوس هو الوحيد تقريبا من الكبار اللي عنده ملعب خاص وهو اليانز ستاديوم. فالنادي اشترى استاد الديل قلبي من البلديه عام 2002 بحوالي 25 مليون يورو، وبعد كده هدوه وبنوا ملعب جديد على نفس الارض وافتتحوه سنه 2011 ب 41 الف مقعد، وده كان بعد فضيحه الكالتشيو بولي. استغلوا هبوطهم وقتها وبنوا الملعب، وده ساعدهم يرجعوا بسرعه. في انديه فكرت بذكاء زي اتلانتا اللي دفعت للبلديه حوالي 8.6 مليون يورو وخدت ملكيه الملعب ولسه بتدفع شويه رسوم بسيطه مقابل الصيانه، وباقي الانديه بتدفع سنويا ايجارات للبلديات. والمشكله ان البلديات مش هتديك موافقه تبني ملعب جديد وهي بتكسب منك، فبقي في صراع بين مصلحه النادي ومصلحه الحكومه. وفي ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه كتير من الانديه مش لاقيه فلوس تدفع رواتب، فازاي هتبني ملعب؟ وبعض الانديه في نفس المدينه فرق الامكانيات بينهم كبير، فلو اديت تصريح لواحد يبني ملعب والتاني لا، الفجوه هتكبر والمنافسه هتنهار. غير كده الايطاليين شعب بيحب تراثه وبيحافظ عليه، فملاعب زي سانسيرو بقت مصنفه تراثيا، يعني ما ينفعش تتهد او يتعدل فيها بسهوله. في ناس بتشوف ان وجود ملعب مشترك ليه ايجابيات، زي ان التكلفه بتتقسم والملعب بيستغل بشكل اكبر، والدربيات بيبقى جوها ناري حرفيا لما الفريقين بيلعبوا على ارضهم. لكن سلبيا لما النادي ما يملكش ملعبه قيمته في السوق بتقل، والمستثمرين ما بيبقوش مهتمين لانهم شايفين ان ده نادي مش بيملك اصول حقيقيه. عايز اقول لك كمان ان الملاعب الاولمبيه اللي فيها مدامير جري بتخلي شكل الماتش في التلفزيون اقل جذبا، بعكس انجلترا مثلا اللي الجمهور فيها قريب جدا من الملعب. ولما حصلت ازمه الكالتشيو بولي انهارت الانديه ماديا، والبنوك بقت ترفض تديهم قروض، وشركات العقارات ما بقتش تحب تستثمر معاهم لان الدخل قليل والجمهور اقل، وحقوق البث ضعيفه مقارنه بانجلترا واسبانيا. فظاهره الملاعب المشتركه في ايطاليا ممتده من دوري الدرجه الاولى لحد الرابعه، ودي مش بس مساله اقتصاد، دي ثقافه وتاريخ وسياسه كلها متشابكه. في ناس بتقول ان الحل مش في ان الانديه تمتلك الملاعب لان ده ممكن يفلسها، واللي بياكد ده ان ميلان وانتر ويوفنتوس كانوا بيكسبوا بطولات اوروبيه زمان والملاعب كانت مشتركه. يعني المشكله مش في الملعب، المشكله في الاداره وفي الاقتصاد وفي تسويق الدوري. فلو عرفوا يحلوا المشاكل دي ممكن ترجع ايطاليا جنه كرويه زي زمان، وساعتها حتى لو الملاعب مشتركه فمش هيكون في اي مشكله. المهم ان تكون الدنيا جوه الانديه ماشيه بشكل صح. الفرق الكبيره في ايطاليا زي ميلان وانتر وروما عندها تاريخ وعندها جمهور وعندها بطولات، لكن ما عندهاش اهم حاجه في العصر الحديث، ملعب خاص بيهم يقدروا يتحكموا فيه، يطوروه ويستغلوه تجاريا ويرفعوا دخل النادي. الفرق دي بتتعب علشان تكمل في سباق اوروبا لانهم دايما مربوطين بايجار او بموافقه بلديه او بمعركه مع التراث والبيروقراطيه. وفي المقابل انديه زي يوفنتوس واتلانتا قدرت تسبق، مش عشان هي اغنى او اكبر، لكن لانها خدت القرار الصعب، تشتري تهد تبني وتملك، وده فرق معاهم في الفلوس، فرق في تجربه الجمهور، وفرق في كفاءه النادي. الحكايه دي مهمه مش بس لعشاق الكالتشيو لكن لاي حد بيحب الكوره، لان الملاعب مش مجرد مدرجات، دي مصدر دخل وسلاح تنافسي وواجهه النادي قدام العالم. فلو ما عندكش ملعبك الخاص بيك عمرك ما هتبقى حر بجد، وعمرك ما هتقدر تنافس براحتك. فلو بتسأل نفسك ليه الكرة الإيطالية لسه متأخرة في حاجات كتير، بص حواليك وشوف كم نادي بيملك ملعبه، وكم نادي لسه بياخد إذن موظف في البلدية علشان يغير لمبة في غرفة الملابس. في النهاية أتمنى أن تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، وتعرفوني إيه النادي اللي بتتمنوا تشوفوه بملعبه الخاص.